الرجاء وسيد حمدي يستلم سيد، طلع له صبري رحيل، سيد لسه محتفظ بكورته مستني حد يجي له، محدش قرب تريزيجيه، ياخد تريزيجيه كده على التسديد، كده على التصويب، محاوره مراوغه، هوبا التسديده، جول احمد فتحي، الله عليك، تسلم رجليك. قلت لحضراتكم النادي الاهلي بيناور بيحاور ومحاولات ومحاولات على حدود منطقه الجزاء لحد ما وصلت الكوره لاحمد فتحي بعد ما استلم عبد الله السعيد وقدر ياخد ويحاول ويراوغ ويطلق العنان لرجليه اللي قدمه اليسرى ويسدد بشماله عشان تسكن الكره شباك احمد خطاب، وعلى شماله يتقدم النادي الاهلي في الدقيقه 37 من عمر الشوط الاول. بص شوف احمد فتحي بيعمل ايه، يا سلام يا سلام يا سلام، خبره السنين كلها طلعها بالدقيقه 37 عشان يتقدم النادي الاهلي على فريق الرجاء ويتغير شكل اللقاء. استوديو التحليلي في قناه النيل كابتن علاء وضيوفها كابتن مدحت شلبي وضيوفه على التلفزيون المصري هيقولوا كلام كتير في هذا اللقاء، توقعاتهم الرجاء صبري رحيل يفوت على حدود منطقه الجزاء، هوبا التسديده احمد خطاب وجول، جول عمرو جمال، هجمه لاحمد فتحي، التسديده ترد من احمد خطاب، على طول عمرو جمال يثبت ويعلن عن نفسه ويثبت وجوده بهدف ثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 15 من عمر الشوط الثاني. عمرو جمال وهدف للنادي الاهلي في الشوط الثاني، تصبح النتيجه 2 الرجاء. ادي اللعبه وادي احمد فتحي وادي التسديده بقوه ترجع من احمد خطاب، على طول القناص الجديد هداف النادي الاهلي الجديد الناشئ الصاعد الواعد، على طول بالمرصاد، وسع يا عم وسع يا سيدي بالقدم اليمنى، والهدف الثاني لعمرو جمال. كان سجل قبل كده للنادي الاهلي في مرمى الانتاج الحربي، كان سجل الهدف الاول وادي الهدف الثاني. الراجل ما شاء الله عليه بيسير بخطه ثابته كده، 4 مباريات ليه هدفين فيهم ولسه اللقاء ما انتهاش. ده تكتل الدفاع الفريق الرجاء، وادي ياخد وادي التمريره سيد حمدي، تسديده حلوه، جول النادي الاهلي. سيد حمدي عايز يقول انما للصبر حدود، ويسجل على طول في الدقيقه 25 للنادي الاهلي. والهدف الثالث يتقدم النادي الاهلي بهدف ثالث على فريق نادي الرجاء عن طريق سيد حمدي داخل منطقه الجزاء، حاول يسدد اول مره ما جاتش معاه، الثانيه على طول تسكن الشباك وعلى شاكله وطريقه البلياردو في القائم الايمن وداخل المرمى. والتبديل الثاني في صفوف النادي الاهلي، هيخرج مانجا وشهاب الدين احمد رقم 8، خرج مانجا ورقم 8 شهاب الدين احمد. وتبديل ثاني في صفوف النادي الاهلي بعد ما اصبحت النتيجه 3 النادي الاهلي لا شيء الرجاء، وهدف لسيد حمدي في الدقيقه 25.